سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بالف خير وبصحه جيده. مرحبا بكم في قناه حسنيه بيوتي اللي كتجيب لكم دائما وصفات طبيعيه. كيف ما كتشوفوا البنات اليوم ان شاء الله جيتكم بوصفه جديده. صراحه البنات هذه الوصفه كانت طلبتها مني واحد الاخت، كانت كتبتها ليا في تعاليق وما شحال هذا ما بارطاجيتهاش معاها، ودابا جا الوقت اللي بغيت نديرها وقلت علاش لا اللي ما نديرش فيديو نحطه في القناه باش تشوفوا حتى ديك الاخت ويشوفوا حتى البنات اللي محتاجين لهاد الوصفه هذه. كيف ما كتشوفوا معايا البنات هاد الوصفه البنات، هذا سبراي البنات غادي نحضروا معكم اليوم. سبراي للشعر البنات اللي عندهم فراغات في الشعر وكيتساقط لهم شعرهم. صراحه البنات واحد سبراي اللي خطير 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 البنات، كيعمر دوك الفراغات، كيقضي على التساقط ديال الشعر. ما كيبقاش البنات يطيح لكم شعركم، يعني صراحه زوينه البنات. غنشاركوا معكم بمكونات اللي زوينين ومتواجدين في كل بيت، وصراحه كيعطي واحد النتيجه اللي زوينه 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 بطبيعه الحال على المداومه. والبنات قبل ما نبدا معكم ان شاء الله لا فيديو، اللي اول مره يشوف القناه يشترك فيها ويفعل الجرس باش ديما يبقى توصل بالجديد، واللي متبعني دائما ما تخلوش عليا بلي لايك وبطبيعه الحال كومونتيرات زوينه ديالكم. كيف ما كنقولها دائما في اي فيديو سواء كانت ايجابيه او لا سلبيه ما عنديش مشكل، كل واحد كيعبر عن الراي ديالو. وكنتمنى تبارطاجيو الفيديو مع الناس والاحباب والاصدقاء ديالكم باش هكا تعمل فائده وكلشي يستافد من هذه الوصفه هذه ديال اليوم. كيف ما كتشوفوا معايا البنات انا عندي هنايا البنات واحد القرعه ديال الزاج. هنا انا البنات غندير سبراي في قرعه ديال الزاج، دائما كنديروا في قرعه ديال الزاج. البنات من الاحسن تستعملوا قرعه ديال الزاج عوض القرعه ديال البلاستيك. القرعه ديال الزاج كيبقاو المكونات يعني مزيانين وما يعني ما كيخسروش بالزربه، يعني كيبقى ديك القرعه ديال الزاج كتبقى محافظه لنا على المواد اللي كاينين وسط منها. صراحه البنات كنصحكم تستعملوا قرعه ديال الزاج احسن من البلاستيك. المهم البنات انا عندي هنا قرعه ديال الزاج ديال السبراي كيف ما كتشوفوا معايا الشاشه، وعندي البنات اول مكون اللي غنحتاجو اللي هو البابونج كيف ما كتشوفوا معايا في لا فيديو. ثاني مكون البنات اللي غنحتاجو اللي هو البنات الورد البلدي، ماشي الورد العادي البنات، حاولوا تركزوا معايا الورد البلدي. الورد البلدي البنات راه كيكون شويه باهت في اللون ديالو، ما كيكونش فونسي بحال العادي كيكون فونسي بزاف. البلدي البنات يكون شويه باهت كيف ما كتشوفوا معايا في لا فيديو. المهم البنات المكون الثاني البنات اللي هو الورد البلدي، والمكون الثالث اللي هو البنات الريحان كيف ما كتشوفوا معايا. كاع هاد المكونات البنات اللي عطيتكم مكونات رائعين بالنسبه للشعر وكيملؤوا الفراغات وكيقضيو على التساقط، صراحه فنينه البنات. المكون الرابع البنات اللي غنحتاجو البنات من غير البابونج والورد البلدي والريحان اللي هو البنات الحلبه البلديه البنات. ركزوا معايا ماشي حلبه عاديه، الحلبه البلديه البنات، ديروا في هذه الوصفه الحلبه البلديه. واخر مكون غنحتاجو اللي هو البنات الثوم الحمراء، الثومه الحمراء. غنحتاجو البنات غير واحد الفص ديال الثوم او لا جوج على حسب الكميه اللي غادي نديرو. المهم البنات الثوم الاحمر كيف ما كتشوفوا معايا، الثومه تكون حمراء بلديه. المهم البنات هادو هما المكونات اللي غنحتاجو ان شاء الله في هذه الوصفه ديال اليوم. مكونات متواجدين في كل بيت وصراحه كيعطيو واحد النتيجه اللي زوينه وغزاله غزاله غزاله بزاف. المهم البنات هادو هما المكونات اللي غنحتاجو. غادي نحضروا الوصفه ان شاء الله. بالنسبه طريقه الاستعمال حتى هي غنحضرها معكم البنات غير باش تعرفوا بان هذه الوصفه هذه اللي غنشارك معكم اليوم راني كنديرها دائما البنات لشعري. صراحه البنات الطب ديال الطب في الوصفات غزاله وكتقضي لي على التساقط ديال الشعر، كتولي تلاحظي الفرق ديال شعرك بان مابقاش كيطيح لك بزاف، ودوك الملائك دوك الفراغات اللي كيكون عندك في الشعر كيتملؤوا كيولي ينوض فيهم الشعر وكيبقاو غادي بشويه بشويه وكيقوي لك الزغبه ديالك. صراحه البنات وصفه اللي غزاله وزوينه كيف ما غتشوفوا معايا البنات في لا فيديو. انا البنات غنحتاج هنايا واحد الكسرونه كيف ما غتشوفوا معايا ان شاء الله. كسرونه البنات او اي حاجه نتوما بغيتو تقادوا في هذه الوصفه هذه ديالكم. المهم البنات غناخذ انا كسرونه غندير فيها واحد جوج كيسان ديال الماء كيف ما غتشوفوا معايا، يعني كيسان كبار هذوك ديال العنبه هما باش عبرت انايا. غناخذوا جوج كيسان ديال الماء وغادي نزيدوا عليهم البنات هذاك الورد البلدي، وغادي نزيدوا عليهم البنات الريحان، وغنزيدوا عليهم البابونج، وغادي نزيدوا عليهم الحلبه. وغناخذ البنات بالنسبه للثوم غناخذ غير فرع واحد فقط، حيت انا داك البنات هذاك الفرع اللي غناخذ شويه كبير كيف ما غتشوفوا معايا في لا فيديو هو اللي غيكفاني في هذه الوصفه هذه. البنات بالنسبه للمقدار ديال القياس راه تقدروا تستعملوا غير القياس اللي بغيتو نتوما، ماشي بالضبط القياس اللي كندير انا في لا فيديو. بالنسبه لا بغيتو تاخذوهم من عند العطار اللي غتقداو من عنده هذا الشيء راه غير 2 دراهم البنات راه دير لكم 3 المرات او 4 المرات سبراي للشعر ديالكم، يعني كل مره كتبقاو تعاودوها. 2 دراهم البنات من الحاجه كدير لكم شي 4 المرات وانتم كديروا في سبراي.
هذه انا راه دائما كناخذها وكيجوني تقريبا 4 المرات حتى 3 المرات اللي كندير سبراي وكنبقى نداومو على شعري. المهم البنات كيف ما قلت لكم غناخذ فص كبير ديال الثوم كيف ما كشتوا معايا البنات. انا داك الثوم البنات غادي نلوحو بالقشور ديالو، يعني القشره ديال الثوم ما غنفرش فيها، غنلوحها وغناخذ داك الفص اللي غناخذ الوسطاني ملي غنقيه ونلوح دوك القشور ديالو في وسط الكاسرونه ومع دوك الاعشاب. غادي نحاول نقسمو على 4 ونحاول نلوحو حتى هو حتى داك الفرع ديال الثوم نلوحو وسط دوك الاعشاب. المهم البنات من درت المكونات كاملين غادي ندوز البنات غنديرو على نار مهيله كيف ما غتشوفوا معايا ان شاء الله. غنديرو على نار مهيله وغنخليه لمده 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه، يعني غير على نار مهيله البنات ما تجهدوش عليه البوطه باش هكا المكونات كلهم يطلقوا ليا بعضياتهم ويولي عندي داك المركز اللي انا محتاجه نديرو في سبراي. المهم البنات غنخليه لمده 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه البنات. من بعد البنات كيف ما كتشوفوا معايا هو هذا من بعد ما خليته طبخ مزيان على نار مهيله غادي نخليها البنات على جنب حتى تيبرد واحد شويه. ما غنلحقش البنات ونصفيه، غنخليه على جنب حتى تيبرد. انا البنات راه خليته برد واحد شويه ولكن نتوما البنات من الاحسن خليه حتى يبرد بصفه نهائيه البنات، يولي الماء بارد ما يبقاش بحال هكا كما كتشوفوا معايا في لا فيديو سخون. انا حيت بغيت ندير لا فيديو داكشي علاش زربت عليه، ولكن البنات نتوما خليو الوصفه خليو الاعشاب المكونات حتى تتبرد يبردوا بصفه نهائيه. عاد البنات خذوا واحد الكويس وصفايه وصفيو هذاك سبراي ديالنا داك المحلول ديالنا كامل غتصفيوه ان شاء الله. من بعد غادي ديروه في القرعه اللي قلت لكم الرشاشه اللي غندور نرشوا بها ان شاء الله الشعر ديالنا. كيف ما كتشوفوا معايا البنات هذا هو المحلول اللي خرج ليا صراحه البنات رائع رائع رائع. الا تبعتوا الشعر ديالكم زوينه البنات عن تجربه عن تجربه البنات والله البنات عن تجربه غزال كيقوي الشعر. كتلاحظي الفرق بان شعرك ما تيبقاش يطيح ليك. صراحه دوك الفراغات اللي كتشوفي في شعرك ما كيبقاوش كيوليو شويه كيبداو يعمروا ليك. واكيد اكيد اكيد على المداومه ان شاء الله. يعني دائما 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 راه غتكون واحد الريزلت راه غتكون زوينه بزاف بزاف. المهم البنات كما كتشوفوا معايا انا غنديروا البنات في هذه القرعه هذه وغادي يشيط ليا البنات هنا في لا فيديو غيشيط ليا واحد شويه غنطرفوا بطبيعه الحال غنديروا في هاد القرعه نيت اللي هاد الكويس نيت اللي صفيت فيه داك المحلول عندي غلاقه ديالو غادي نطرفوا على جنب ونخليه في الثلاجه. المهم البنات بالنسبه الا بغيتوا ما يخسرش لكم ديروها البنات في الثلاجه حيت هو راه كيخسر البنات الا فات اسبوع بطبيعه الحال كيخسر هاد السبراي هذا. ديروها البنات في الثلاجه باش يبقى دائما زوين مركز اللي غزال وكيعطي نتيجه وكيبقى المفعول ديالو زوين بزاف. ديروها البنات في الثلاجه غير التحتانيه على الباب على برا فيما تبغيو حاولوا تهزوه خلطوه واحد شويه هكا بيديكم صافي ورشوه على الشعر ديالكم. هذه الطريقه اللي كنديرها البنات. المهم البنات غتخليوه في الثلاجه باش هكا ما يخسرش لكم. وبالنسبه للمده مده اسبوع فقط وعاودوا واحد اخر لا بقى لكم عاوتاني منه صافي حيدوه وعاودوا واحد اخر، يعني ما تفوتوش اسبوع البنات مده اسبوع صافي وديروا واحد اخر. المهم البنات كيف ما كتشوفوا معايا دائما 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 البنات فيما دوزوا. انا بالنسبه لي البنات طريقه الاستعمال اللي كنستعمل انا فيما كندوز كنرش شعري فيما كندوز كنبقى نحاول نفرق شعري عند دوك الفريقات وكنبقى نرش ماشي كل مره. المهم حاولوا 2 المرات في النهار او لا مره في النهار الا كنتو كاع مسالي ما مسالينش غير مره واحده في النهار كافيه البنات. ترشوا داك السبراي على الشعر ديالكم، يعني حاولوا تفرقوا الشعر ديالكم تبقاو ترشوا هكا وخلاص البنات. راه هذيك الريحه ديال الحلبه وديال ديال الثوم حيت كاين اللي غيقولك بان ديك الحلبه والثوم تبقى الريحه ديالو البنات راه فاش كديروا البنات الحلبه والثوم مع داك الورد ومع الريحان ومع البابونج راه تضغط على ديك الريحه ما تبقاش تبان بزاف، يعني واحد شويه وصافي ما كتكونش شويه الريحه مجهده بزاف غير باش تكونوا عارفين البنات. وكيف ما خلاوها الاولين البنات اللي بغى الزين يصبر تخرج الودنين. المهم البنات صبروا الريحه ما فيها باس باش هكا تداويو الشعر ديالكم. المهم هذا ما كان البنات. كنتمنى هذه الوصفه ديال اليوم تعجبكم وكنتمنى تجربوها وردوا عليا ان شاء الله في التعاليق حيت صراحه راه وصفه تستاهل انها تجرب صراحه. الطب ديال الطب وعن تجربه البنات غزاله وفيها منافع اللي زوينه الشعر كتقوي كتحبس التساقط ديال الشعر يعني كتملا الفراغات. صراحه البنات غزاله وزوينه بزاف. كيف ما كتعرفوا كاينين بزاف دي سبراي كيتباعوا غاليين ولكن هذا البنات راه الطب ديال الطب وكتصنعوه بيديكم وكتعرفوا اشنو دايرين فيه. المهم البنات كنبغيكم بزاف نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد وهذا ما كان البنات.